بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي ينتصر على البيضة بهدفين نظيفين بعد تأكيد قرار الانسحاب. فكك من جو ان هو مش عايز يلعب علشان البطولة ماشية بشكل غير منتظم وان مفيش عدالة تحكيمية في الدوري. انسى الكلام ده، انسى الكلام ده، وتعالى اقول لك مضمون البيان بشكل مختصر جدا. هو جه قال لك انا مش هلعب علشان البطولة غير منتظمة وعشان مفيش عدالة تحكيمية. تمام، بين قوسين كده الاسباب قهرية. وشك للحيط وقفاك ليا. وتعالى انا اقول لك الدنيا ماشيه ازاي. في فبراير اللي فات وفي شهر 2 اللي فات وصل لنادي الاهلي ونادي الزمالك جدول بمبارياتهم، طبعا بقى بعد بطوله افريقيا وبعد معسكر المنتخب وبعد الهيصه دي. والزمالك اكيد لما شاف الجدول وافق عليه. بناء على كده اتحاد الكره كمل مسابقه الدوري. يعني لو في اعتراض زي ما انت بتقول كنادي زمالك، مش عايز اقول كنادي زمالك عشان انا حاسس ان انا بفخمك وانت ما تستاهلش التفخيم، لو في اعتراض على الجدول فانت ما اعترضتش ليه من الاول؟ دي نقطة بسيطة. تمام؟ انت دلوقتي مش عاجبك نظام البطولة. يا جماعة والله انا النظام ده مش عاجبني. اسلوب المباريات والاسلوب اللي بتدار بيه الكرة المصرية مش عاجباني. ارمي لهم الجدول مش مكمل الدوري. انما انت وافقت، فاذا انت على علم بان المباريات هتتلعب بالضغط ده وبالشكل ده وبالاسلوب ده. من المبدأ وافقت ليه؟ دي اول نقطة. تاني نقطة، انت بتقول العدالة التحكيمية بغض النظر ان التحكيم بيخدم من الزمالك بنسبة مليون في المية. تحكيم في صف الزمالك بشكل غير طبيعي، وللاسف الاعلام عامل مش واخد باله. انت بسبب مباراه واحده وبسبب خطا تحكيمي اللي هو في الاصل مش ضربه جزاء، واضيف على ده الكره ما عدتش الخط. يعني هو انت قناعاتك، انت طبعا انت جمهور بتفهم وجمهور صفوه، فبالنسبه لكم الكره عدت فخلاص هي هدف من وجهه نظركم. انما من وجهه نظر القوانين والفيفا والدنيا كلها الكره عادي ما عدتش، فاتقمصت. فعشان تثبت ان انت راجل، عشان تثبت ان انت نادي وطنيه والكرامه، تعمل ايه؟ تنسحب من مباراه الاهلي. طب هل هتنسحب من مباراه الدوري كلها؟ لا. انا بقول لك لا، مش هينسحب. ليه؟ عشان انت حنفي، عشان انت جبان، عشان للاسف والله العظيم يا جماعه انا لا بحب التحفيل ولا بحب اطلع اغلط في حد ولا احفل على الزمالك ولا ماليش في الجو ده. بس فعلا والله الزمالك ده نادي مهزأ، والله العظيم نادي مهزأ، نادي ما تحترموش بثلاثه تعريفه. انت بتديني الاهلي بايه؟ بطوله متصدرها بيراميدز والاهلي ليه مؤجلات قد كده، والمفروض المستفيد الوحيد بيراميدز، فانت بتديني الاهلي بايه؟ مجامله ايه اللي بتدين بيها الاهلي؟ يا عم انا بتجامل في الدوري، في الدوري ده انا بتجامل. انت مش واخد بالك ان الاهلي لعب 5 فاينل في افريقيا على التوالي؟ مش واخد بالك ان الاهلي واصل 7 فاينل من اخر 8 سنين؟ انت بتتكلم في ايه؟ هل الاهلي فاشل؟ يا عم الاهلي بيتجامل محليا، طب قاريا بيتجامل؟ طب 3 برونزيات اللي واخدهم في اخر 4 سنين في كاس العالم للانديه بتجامل عليهم؟ فللاسف انتوا كده، عقليات كده، سيزوفرينيا المشجع الزملكاوي، او المرض النفسي اللي عندكم، او الانفصام في الشخصيه اللي عندكم ده، هو كده مش يعني خلاص مش هيتغير. هو انت هتكذب الكذبه وتصدقها وتحاول تقنعني بيها. انت متخيل؟ كذب الكذبه خلاص صدقها، هو صدق نفسه ان ده حصل فيحاول يبتدي يقنعك بيها. فوالله العظيم مش عارفين نشكركم ازاي على ال3 بونت اللي يعتبر 3 بونت مجانيين. 3 بونت انت بتريح بيهم فرقتي، وانا قلتهم في الفيديو اللي فات. 3 بونت انت بتريح بيهم الفرقه. 3 بونت يعني مش قادر اقول لك والله العظيم على كرم اخلاقك يا حنفي بيه. احنا كنا فكرنا حنفي خلص وزمن، ولا اكتشفنا ان لسه في حنفي جديد تاني في الزمالك، وهتكمل الدوري غصب عنك. والله العظيم هتكمله وهتلعب ماتش سيراميكا مش بمزاجك، خلي بالك، لان هي فيها عقوبات، ولو ما حصلتش عقوبات على الزمالك الموضوع طبعا هيبقى داخل في اتجاه تاني. فطول عمر الزمالك هيفضل مهلهل، طول عمر الزمالك هيفضل نادي مهزأ. للاسف للاسف باللي انتوا بتعملوه ده بترجعوا الزمالك 100 سنه ورا، وهتفضلوا بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه ما دام وراكوا قطيع مش فاهم اي حاجه. سلام.